أنا أوافق على هذا الدفع، لكن شريطة اعتماده قاعدة عامة ويجب أن يطبق على جميع الحالات المشابهة. وبالتالي إذا وافقنا وقررنا أن ملف المهداوي فيه خلل ديال أن دخله الرئيسي ماشي من الصحافة بل دخله الرئيسي من اليوتيوب، لا بد في هذه الحالة من مراجعة وإعادة النظر في جميع الحالات المشابهة اللي تعطتهم بطاقة الصحافة المهنية برسم هذه السنة هذه. مع الأسف كنت وحيدا في موقفي، لأنه كان لي معارض وكان لي ما بداش برأيه، وتقرر في اجتماع الجمعية العمومية رفض طلب تجديد بطاقة الصحافة للزميل حميد المهداوي. ما كانش كيمكن نقبل هذا الموقف ونتفق مع المهداوي، نختلف معه، يعجبني المنتوج المهداوي ما يعجبنيش، نتفق معه في المضمون ما نتفقش معه، في شخصيته نتفق ما نتفقش معه، هذا موضوع ثاني. هنا مسألة مبدأ إعمال قاعدة يجب أن يكون إعمال على جميع الحالات، قاعدة قانونية. وبالتالي اضطررت لتناول الكلمة في الاجتماع، وطلبت أولا تدوين رفضي لهذا الموقف في المحضر الاجتماع الرسمي، واعتبرت أن القرار تشتم من فيه رائحة استهداف الزميل حميد المهداوي، وأعلنت انسحابي من الاجتماع.